بسبب تجارب سرية على الكلاب بيتحولوا لكائنات مفترسة مش بتهاجم غير البشر وبتخلص على أهل الجزيرة كلهم اللي اتصابوا ومات منهم كتير. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الآخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. زوج وزوجة رايحين بالمركب بتاعهم على جزيرة وبيقرروا يكتشفوها، وبتنزل البنت عليها الأول لكنها بتحس إن في حركة غريبة حواليها، وبتعرف إن هي في معسكر مهجور وبيهجم عليها وقتها وحش سريع جدا لدرجة إن هي مش بتشوفه وبيسحبها على الأرض، وهي بتستغيث بجوزها وبيجري علشان ينقذها. وتاني يوم بيكون في اتنين اخوات اسمهم جون ومات ومعاهم صديقتهم نيكي وسارة، وبتكون نيكي حبيبة مات وصاحبهم نوا بيكون معاهم برضه، وبيكونوا رايحين للجزيرة اللي اتربوا فيها جون ومات علشان يقضوا الاجازة مع بعض. ولما بيوصلوا بيكون البيت غالي عندهم جدا لدرجة ان جون بيمنع اصحابه ان هم يلمسوا الحاجات القديمة بتاعت عمه ده لانها ميراث عائلي قديم. وفجأة النور بيقطع وسارة بتعمل العصير في الخلاط، فبيضطر ساعتها ان هو ينزل للقبو علشان يشوف العطل فين بالظبط، وبيكتشفوا ان المكان مرعب بس سكينة الكهرباء هي اللي بتكون نزلت لوحدها بسبب العطل. وبيروحوا بعدها على الشط علشان يقضوا وقت لطيف. بيقرب منهم كلب صغير فبتحبوا سارة جدا وبيهتموا بيه طول اليوم، لكن هو بيكون مستغرب من شراسة الكلب لانه لسه جرو صغير وبينبح بقوة عالية جدا. ولما بيرجع لاصحابه بيعرفهم ان الكلب ده مش طبيعي لانه شرس جدا وهو لسه جرو صغير، لكنهم بيبرروا موقفه بانه جبان وبيخاف من الكلاب ومفابين منهم من صغره، وده موقف طبيعي منه تجاه اي كلب. ولما بيختفي الجرو بالليل بتطلع سارة وجون علشان يدوروا عليه، وساعتها بنعرف ان هي معجبة بجون من زمان لان هي جارته من زمان جدا لكنه مش مهتم بيها. بيلاقوا ساعتها الجرو، لكن اول ما سارة بتقرب منه بتهجم عليه ام الكلب المسعورة وبتعض سارة، وبيقدر بعدها جون انه يبعدها عنها وبياخدها بعدها على البيت، وبتعرفهم نيكي ان هم لازم يرجعوا على المدينة علشان تاخد سارة المصل قبل ما تتسعر وتموت. لكن جون ومات بيهدوها وبيعرفوهم انه قدامها لسه 7 ايام ممكن تاخد فيهم المصل ده لو هي مصابة فعلا، وساعتها هنكون رجعنا اصلا المدينة وخلصنا اجازتنا وتاخد ساعتها سارة المصل. وبعدها بيعرف مات نيكي عن تاريخه هو اخوه مع الكلاب، وانهم كانوا كتير في الجزيرة جدا وكان المعسكر بتاع الجيش هو اللي بيجيبهم. بس بعد مدة اتنقل معسكر الجيش وقتل اهل الجزيرة شوية من الكلاب دي بسبب السعار اللي انتشر في وسطهم. وبيعرفها ان الكلام ده كان من 20 سنة تقريبا وانه قلقان ان ممكن تكون الكلاب دي موجودة لغاية دلوقتي، بس نيكي بتطمنه وبتعرفه ان استحالة يكونوا لسه موجودين لانهم ملهمش مصدر ياكلوا منه. وفي الليلة دي بنشوف جون سارة وهي ابتدت عليها الاعراض تظهر وسلوكها بيتغير معاه بس مش بيهتم قوي. وتاني يوم لما بتفوق بتاكل بشراهة كبيرة جدا كل الاكل اللي قدامهم، وبعدها بيروح نوا مع جون ومات علشان يصطادوا. وبيقرروا سارة ونيكي ان هم ينزلوا المية لغاية ما الشباب يرجعوا لهم بالصيد. وفي الوقت ده بتكون سارة حاسة بنشاط غير طبيعي، فبتعرفها نيكي ان كده صحتها جت على عضة الكلبة، وبتعرفها نيكي ان مشاعرها لجون مفضوحة جدا وباين من الكل ان هي بتحبه. بنروح لنوا اللي بيشوف الكلاب المسعورة وبيجري منهم وبيطاردوه لغاية ما بيوصل لجون ومات، وفجأة بيظهر الزوج اللي ظهر في الاول وبيكون مصاب جدا وبيطلب منهم المساعدة لكن مش بيلحق، وبيهجموا عليه الكلاب المسعورة وبيفترسوه قدامهم وبيجروا الشباب علشان مش هيقدروا ينقذوه. وبيروحوا للبنات علشان يحذروهم وبيقولوا لهم اطلعوا من الميه بسرعه، لكن الكلاب بيكونوا مستنيينهم. وقبل ما بيرجعوا للبيت في كلب منهم بيمسك نيكي من البنطلون وبيقعد يشد فيها، لكن بيضرب عليه ساعتها جون السهم، لكن للاسف بيجي في رجل نيكي وبيخترقها وبيسحبوه بعدها من رجلها وهي بتصرخ. ولسه هيفكروا في حل تاني علشان يهربوا بيه بيلاقوا كلب بيكسر شباك البيت وبيهجم على نوا، بس جون ومات بيبان ان هما محترفين وبيخلصوا على الكلب بسرعه وبينقذوا نوا. ولما بيطلعوا بيلاقوا الكلاب قاعدين على الطياره ومستنيينهم يرجعوا، وبعدها بشويه بيسحبوها للميه علشان ما يقدروش يوصلوا لها. وبيطلعوا بعدها الشباب علشان يرجعوها، بس بيطلع ان في كلبين قاعدين على الطياره من الناحيه التانية وعاملين لهم كمين. وبيرجعوا بعدها بسرعه على البيت وبياخدوا الكلب الميت وبيرموه بره. وبيوصل مات بعدها لحل وهو انهم ياخدوا العربيه اللي تحت ويهربوا بيها لغايه الشط او يروحوا للمعسكر المهجور بتاع الجيش. وبيجهز بعدها مات طريقه علشان يوصلوا بيها لمبنى الجراج، وبتقرر نيكي تطلع هي على الحبل علشان هي اخف واحده فيهم. ولما بتوصل لسطح الجراج بتنزل وبتدخل العربيه، بس الكلاب بيدخلوا الجراج وراها وبتكون هي في العربيه ساعتها، وبتضطر تطلع تاني للسطح بعد ما العربيه بتكون عطلانه وما بترضاش تدور، وبترجع تاني بنفس الطريقه على البيت. وبالليل ساره بتحس بان هي تعبانه جدا وبيتخانق ساعتها مات مع جون لانه السبب في وجودهم هنا، لكن جون بيعرف مات انه جاي الرحله دي بس علشان يقضي وقت معاه ويفتكروا الوقت اللطيف اللي كانوا بيقضوه زمان وهم صغيرين، وما كانش عارف ان كل ده هيحصل اكيد. وبعدها بتروح نيكي
نيكي علشان تطيب خاطر جون وبتعرفه ان مات بيحبه جدا وبيحكي لها اكتر عنه وانه شايفه دايما قدوته ومثله الاعلى وان بس الموقف اللي هم فيه مخليه بس عصبي شويه وان هو لازم يستحمله. وبعدها الكهرباء بتقطع بس ان هو بينزل عشان يرفع سكينة الكهرباء كالعاده، بس ساعتها بيشوف ان في فتحه عاملاها الكلاب وان هي اللي بتدخل تنزل سكينة الكهرباء كل شويه وبيهجموا عليه وبيفترسوه. بس لما بينزل مات وجون علشان يلحقوه بيلاقوا ان صاحبهم كلوا الكلاب وبتهجم الكلاب بعدها على مات وبتعضه، بس جون بينقذه منهم وبيهربوا بعدها للروف بتاع البيت علشان الكلاب مش هتقدر توصل له. ووقتها بتحس سارة باليأس وبتعرف ان مفيش فايده وان الكلاب دي ذكيه جدا ومدربه، بس جون بيعرفهم انهم عدوا بحاجات اصعب من كده بكتير زمان وهيقدروا المره دي يعدوا من الكلاب دول. بس سارة بتتعب جدا بسبب السعار اللي عندها وبتعتذر له بعديها. وقتها مات بيلاقي ورق بيعرف منه سبب الذكاء الخارق اللي عند الكلاب دي، وهو التجارب اللي كانت بتعملها عليهم قوات الجيش في المعسكر علشان يبقوا اذكى واشرس في المعركه. وبيتصدم من دخول عمه في توريد الكلاب ده للمعسكر ده وهو كان اصلا مناصر لحقوق الحيوان، فبيستغرب ازاي هو عمل كده. والصبح بيقرر مات وجون ان هم يروحوا يشغلوا العربيه لوحدهم علشان يتحركوا بيها، بس البطاريه بتاعتها بتكون نايمه وبيضطر يركب جون ومات هو اللي بيزقه لغايه ما العربيه بتشتغل فعلا. بس الكلاب بتطارد مات بعدها وبيقدر مات ينط على سقف العربيه وبيدخل بعدها جواها وبيكون مع جون. ولما بيوصلوا للبيت بيدخل كلب شرس من شباك العربيه بس بيتخلص منه جون قبل ما يعض اخوه. وبيطلع جون بعدها علشان يجيب سارة اللي حالتها بقت سيئه جدا وبيدخل عليهم كلب، وقرر سارة ساعتها ان هي تموت هي والكلب علشان جون يهرب ويعيش. وبعدها بتموت فعلا هي والكلب على خشبه واحده قدام البيت، وبيشوفوا التلاتة وهم بيهربوا صاحبتهم وهي بتتاكل قدام عينيهم بعد ما ضحت بنفسها علشانهم. ولما بيوصلوا المعسكر بيشوفوا المختبر بتاع الجيش اللي كان بيعمل فيه التجارب على الكلاب، وبسبب عطل في مولد الكهرباء الراديو بيكون عطلان. بيقرر جون انه يطلع يوصل كابل اللاسلكي علشان يشغل الراديو منه اللي موجود في برج الكهرباء، بس ساعتها بيشوف المركب بتاع الزوجين وبيقرر لما ينزل ان هو ياخد اخوه نيكي علشان يهربوا بيه. وبيشتغل الراديو فعلا بس بيتكهرب جون بسبب ماس كهربائي وبيقع من فوق البرج بسرعة، لكن الكلاب بتكون وصلت وبيطلع مات علشان يدافع عن اخوه اللي الكلاب هتاكله خلاص. وساعتها نيكي وهي في المختبر بيولع بيها اللي لما بتحاول تطلع من الباب بتلاقي الكلاب محاصرينها وعاملين لها كمين، بس هي بتدخلهم جوه وبتفجر بيهم المكان وبتهرب وبتظهر تاني بالعربيه وبتنقذ جون ومات اللي بيكونوا محاصرين من الكلاب. وبيروحوا بعدها للمرسى وبينطوا بالعربيه في الميه وبيكملوها عن نقوم لغايه المركب، وبيكونوا فرحانين جدا انهم نجوا من كميه الكلاب المفترسه دي. بس اول ما جون بيفتح باب الغرفة اللي في اليخت علشان ينزل ينام فيها شوية بيلاقي كلب مفترس بيهجم عليه. وبيخلص الفيلم هنا بعد ما كانوا فاكرين ان هم نجوا من الكلاب المفترسة، لكن لعنتهم بتطاردهم شكلها لغاية ما هيموتوا. ولحد هنا كون خلص فيلمنا، وتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان يوصلكم كل جديد.